تعالى نمشيهم. امسك ده. هادي. اضرب بحاجة كده واضربيهم. خلاص انت حجر الرد بسرعة. هاتي تلقي. يا لهوي. طلعيهم. اعمل لك في سري. خلي حتى طيب هياكل التوم. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم. النهارده طلعت على السطح. يمكن باين على وشي ان انا فرحانه كده شويه، بس بصوا في كل الحالات ربنا سبحانه وتعالى بجد بيعوض البني ادم مننا خير، على قد ما بيزعل وعلى قد ما بيحزن، بس ربنا جبره مفيش بعد كده جبر. يا رب دايما نكبر بخاطرنا ويكمل لي على خير ويكبر خاطري زي ما جبر خاطري كده على السطح كده النهارده، يكبر خاطري انا كمان ويكمل لي على خير. لحد هنا لو كنت لسه ما اشتركتيش اتمنى لو تشتركي في القناه، ولو لسه ما تدوسيش لايك ايديك الحلوين والله هيزيدوا حلاوه لما تدوسي لايك علشان هبقى فرحانه. وتعالوا بقى سوا نشوف قبل ربنا عوض عليها بحاجات كتير والله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله يا رب على كل حال. اكيد انتوا خمنتوا لما سمعت الصوت الصغنطوطه ده، ماشي؟ بس طبعا انا مش هنشوف دلوقتي هي الدنيا فيها ايه. تعالوا ندخل الاول نعلق كده بقى البصل والثوم، لحسن انا طلعت لقيت جوزي عامل مصيبه. تعالوا نطلع سوا ندخل عند البط ونشوف المصيبه اللي جوزي عملها. دايما يفسد، بس يلا زي بعض، ربنا يخليه ويفسد وانا اصلح من وراه. وانا بقول بصراحه يعني هو اللي برضه اللي بيصلح. تعالوا ندخل عند البط كده ونشوف الدنيا. اقول لكم انا قلت له ايه وهو عمل ايه. استنى بصوا، انا قلت له كان جاي لنا بصل وتوم. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. انا السنه دي ما اشتريتش ولا بصله ولا تومه ولا السنه اللي فاتت ولا كل سنه بشتري. بصوا بقى جن حفله بصل وحفله توم، ماشي؟ انا قلت له علقهم، قلت له نزل الاقفاص دي كده وعلقهم. انا قلت لك ما تدوسنوش. ثواني كده بس هنحط ايه شطرطه كده البطوطين. بسم الله. اللي بخاف من الدخل البط ده عشان هو بيقعد جولات. نجيب بس طين ضف وحنفيه انا بعد اللوميه. تعالي يا جماعه انا حرفيا تعبانه. قلت له ما ثبت بصوت منكم انتوا مفيش حد فيكم بيساعدني. ادخل بقى وقفل الباب بتاع القشه عشان تساعدوني. لا ماما استني بس. ايه ده؟ شوف انا حرفيا لسه جايه من عند الدكتور امبارح، طلب مني تحاليل وعملت تحاليل. الحمد لله رب العالمين طلع عندي علم حاده، فادعوا لي ربنا يكمل لي على خير واسم اللي دم. طب الحمد لله. بصوا بقى على اللي البرويد عمله. انا قلت له علق شراش الثوم قلب المسمار، ماشي؟ علشان لما بتتعلق في المسمار زي كده يا جماعه مهما الثوم قاعد مش بيجرى له حاجه، بس تعليق بقرشه كده زي ما هو اهو، تعليق بقرشه كده زي ما هو كده، اتعلق بقرشه. طبعا هو الله يبارك له راح حطهم لي كده دي ما تنفعش. تعالى يا رويده كده ساعديني. الثوم زي ما هو كده وده غلط، لان لو راس ثوم باظت هتضرب اللي حواليها كلهم. طبعا انا مش هطوله اصلا كده يعني. هو بصوا انا بعلقه كده بتاع شهرين بس كده لحد ما الراس تنشف كده وتبقى حلوه يعني. وبعد كده بنعمله بقى ايه، بعمله في المفرمه. هو انا ما عنديش مفرمه بصراحه، بس بشحتها اللقطه. مالها الشحاته يعني؟ مالها ها؟ مالها الشحاته اهو، تعلق زي كده. بصراحه انا مش واثقه قوي في البتاعه دي، بس ايه هنجرب. المفروض يبقى معمول بطباره احسن، لو مربوط بطباره او بكيسه او حاجه زي كده افضل. اهو ده مسمار حطيناه فيه شرشين. تعالوا نجيب شرش تاني ونعلقه هنا. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين انا البت دي كانت عماله تقول لي ماما في مسمار في الحيطه، وانا بتلفت عليه بس مش شايفه حاجه، وفي الاخر ما طلعتش مسمار، طلعت عفشايه. طبعا ايه قعدت بقى ايه
زي ما انتوا شايفين كده. بقيت احوش رشة توم، واحوش البتاع دوت اللي هي الاقفاص البلاستيك دي، ومكان الاقفاص البلاستيك كنت بعلق فيها رشة توم. طبعا يا جماعة بصوا، انتوا لو انتوا سبتوه متعلق كده زي ما انا سايباه هيقعد معاكم من الموسم للموسم عادي، مفيش اي مشكلة. بس طبعا انا بصراحة بستسهل وبحب ان انا اجي كده ايه بعد ما الرز تنشف والشرش بتاعه ده ينشف ويبقى كويس كده يعني، بروح ايه مقطع العراش دي بتاعته، واروح حطاه في افصصه يعني انا والعيال، وبعد كده احطه بقى في مفرمة كده، واروح مظبطاه. بفرم بقى منه الحجش، وافرم منه الناعم. طبعا اعذروني نفسي مخطوف لان انا والله بتكلم بالعافية. الحمد لله رب العالمين. ادعولي بس يا جماعة بالسلامة، ادعولي. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم هنا بدأت ايه احوش كل البلاستيكات دي. شوفوا كانت مليانة عنكبوت، رغم ان احنا كنا لسه عايشين العنكبوت من قريب، بس طبعا بما ان ده مكان فيه طيور وانا ما بقدرش ايه اقفله كل يوم وكده يعني. لسه يا حبيبي. بشوف الاول، بشوف الشراش الاول. انا جبت احنا حاطين معاهم بعلق كل الثوم. بسم الله ما شاء الله، السنة دي جايين لنا كتير يا ولاد، انا كده عمري ما هحتاج كل ده. فانا بقى بنعمل ايه شهرين كده، اروح جايبه بقى شرش نفصص احنا والعيال ونشحت الكبه، واروح بقى فرماه عندي بقى العلب البلاستيك كده، بروح قافلاه وعاملاه بالزيت وقافلاه ومظبطاه، وبخلي بقى توم حرش اللي هو للملوخيه، وتوم مهروس خالص اللي هو بقى بنحطه بقى مع الدقه كده بتاع البتنجان والحاجات المقليه دي والحاجات الحرشه دي، عشان ان شاء الله ادعوا لي كده يعني يا رب يكمل لي على خير ويقوم بالسلامه، عشان بعد ما اولد او اكل كل الاكل اللي انا نفسي فيه. يعني بلاش اقول لكم ان انا حرفيا انا ما باكلش، معدتي مش جايه على اي اكل يعني، الحمد لله يا رب يعني الحمد لله. علشان كده الانيميا يعني احتمال تخليني افيص وانا بولد، بس ربكم يستر. ادعوا لي بس. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عارفين عريس البصل دوت جاي كله من عند حبايبي. عريس البصل جاي كله من عند حبايبي. اختي الله يبارك لها ويديها الصحه يا رب، ويطعمها زي ما بتطعم كل اللي حواليها، وجيراني وحبايبي وعمامي. يعني بصوا كل اللي زارع بيبعت، كل اللي زرع بيبعت. طبعا عشان احنا ما عندناش ارض يعني وما عندناش زراعه وكده، فكل اللي زرع في الشارع بيبعت لي، وكل عمامي يعني وقرايبي وكده برضه بيبعتوا لي، وحبايبي بقى الناس اللي هي عارفاني وبتحبني وكده برضه بتعزني بتبعت لي. فالحمد لله البصل والثوم الحاجات اللي بتتخزن دي عليها ما بجيبهاش، وحتى الملوخيه والله بتجيلي، كل زرع حاجه بيبعت لي منها. هذا لو وصلتوا بقى يا حبايب قلبي لحد هنا، اتمنى لو تعملوا اشتراك، وبالله عليكم صلوا على الحبيب المصطفى الغالي. خلينا ناخد شويه حسنات. انا بسم الله ما شاء الله. اكبر شرش بصل. هو ده اللي انا بعته؟ لا ده اللي جاي من عند خالته. خالته سهر. اكبر شرش بصل قسما بالله شايله بالعافيه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يزيد عندي الخير وزوجتي. يا بقولك انت اللي جده جابه امبارح. بسم الله ما شاء الله. بس هو قال لك بتخسر ايوه اما تجيب البصل والثوم اوعي تقطعي من العرش، لازم تعلقيه بعرشه كده يفضل معاكي صلب الاخر فتره. تعالوا بقى نكمل الباقي. يلا بصوا بقى، طبعا احنا كده علقنا الاشراش اللي هي جايه متربطه لوحدها.
تعالوا بقى نحزم الباقيين، قصدي نحزم هو يرقصوا. تعالوا نربط الباقيين. بصوا بقى اهو، نرصهم كده. يا جماعه اوعى يجيلكم بصل بعرش وتقطع البصل. لو قطعتوا البصل صدقوني انتوا كده بتعدموه وتبوظوه. ولما تشتري بصل للخزين، لما تكوني هتشتري للخزين قولوا له انا عايزه بصل بعلي. هو نوعه كده، اسمه كده البعلي. البعلي ده بيبقى صلب وناشف وشبعان في ارضه، فعشان كده ما بيعملش بسرعه. طبعا انا لا بعلي ولا غيره، انا كده كده اصلا انا جايين لي. بصوا احلى حاجه بصراحه البصل الاحمر. بصوا يا رويده، هاتي لي حاجه ربك فيها. حوين حوين. تمام يا ولاد. استنوا كده، ده احنا لقينا حته اهي. استنى. الحوالي بقى بيحبوا العروش دي. تعالي نشيل. هاتي اضرب بحاجة كده واضربيهم. خلاص طب حش الرد بسرعة. هاتي تلقي. طلعيهم. اعمل لك في سري. خلي حد يفلق. طيب هياكلوا التوم. اطلع بسرعة. جدع يا هادي الشلة تكسبي. انا مش قادرة اقول يلا. ماشي. بعد ما بنرصه كده، المفروض طبعا كنت ابقى حاطه الدبارة من تحت، بس انا نسيت الدبارة اصلا. عايزين بقى بعد ما نخلص هنعمل ايه؟ هنمسك اخر دقرين نزقهم، خليهم يخف في الاوضه دي شويه. احنا عايزين نفضيها. هادر بتتعارك بره اهو، شايفين؟ هو انا تقريبا. تعالوا بقى نقوم سوا نعلقوا. لا ماما خد سوا. هكمل بقى بقية البصل. واجيلكم بعد البصل اقول لكم هنعمل ايه وهنعرف الديكور اللي احنا هنمسكها ازاي. يلا كده بقى زي ما انتم شايفين. بصوا علقنا البصل والثوم اهو، زي ما انتم شايفين كده عملناه كده. بقى يفضل قاعد لحد اخر ما يجي عليك السنه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. مفيش حاجه تفضى منه. هو اهم حاجه ان العريش ما تتقطعش. تمام. عايزين بقى نمسك دكرين. الدكر زي ما قلت لكم قبل كده تبقى راسه كبيره وهو جسمه يبقى طويل. هنستعين بقى برويده يمسكهم لنا. هات لي الاثنين السود دول عشان الاثنين السود دول دكوره. انا مش عايزك ده. يعني انت التالت شاكه في ذكر ولا انت؟ هشوف هعرفه بقى ذكر ولا انتهى منين. اوعى هدي. استنى. انت متأكد ان ذكر؟ طلع بره. ثواني يا ساتر. وتعالى بقى نشوف جبر ربنا سبحانه وتعالى. ومع الضيفة الجديدة شرفتنا
سميتها يا هدي؟ السماء في ناس بتقول جميل كده. هو جميل كده. اي حاجه، اي اسم. بطيخ. هتسمي المعزه الصغيره بطيخه يا ولاد. بطيخ. الجماعه اللي ورانا عندهم برضو خرفان، كل ما بيهم ما هو عندنا احنا هنا بيمأموا. شايفين صغنطوطه قد ايه؟ طبعا ما صورتش الولاده لان هي ولدت بالليل واحنا ما شفناهاش. زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله عليها على السلقه وشكلها حلو. تعالوا بقى. يلا بقى ايه اوريكم بقى الديكور اللي احنا طلعناه. 3 طلعوا ذكوره. انا كنت ظنه ان الابيض دوت نتايه بس طلع ذكر. مش مشكله بقى عادي، هنزقم 3 دول كده هما اللي هيتزقموا دلوقتي. الميه عنده ميه وهنزل بقى نبللهم ذره وفول. تمام. ولو وصلتوا بقى لحد هنا صلوا على النبي الغالي وقولوا لي بقى في الحته دي لاحظتوا ايه اكتر. عايزه اشوف مين يعني. بصوا بقى، خلوا ملاحظتكم قويه جدا وقولوا لي ايه اللي لاحظتوه في الحته دي، ايه الحاجه اللي انا ما قلتهاش وانتوا هتقولوا لي عليها. وهنا طبعا الاستاذه رويده قال ايه، عايزه تحلب البتاع وتجيب منها لبن. هنا دخلت البلكونه لقيت نفسي ناسيه غسيل من اول ما انا لسه حامل جديد وكنت ناسياه. بلاش اقول لكم ان انا الفتره دي من كتر التعب شويه كده والبيت قرب يدود من التعب اللي انا فيه بالعافيه قبل ما بقوم اغسل شويه الهدوم ولا اقضي مصلحه. بس يلا الحمد لله رب العالمين. كويس ان انا اصلا بقدر اطلع السطح واقدر اعمل اي حاجه على السطح. يعني طبعا اعمل للعيال الاكل والشرب وطلبات البيت، كل ده يا جماعه والله ما تستهونوا بيه، بالاخص لما تبقى واحده حامل وظروفها تعبانه زي ظروفي. صلوا على النبي الغالي وافتكروني بدعوه من قلبكم. ولو وصلتوا لحد هنا ولنهاية الفيديو اتمنى لو تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة تشتركي في قناتي وشجعوني وادعوا لي بالله عليكم بالله عليكم. كده وصلنا لنهاية الفيديو ولحد هنا لا